السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا فيديو النهاردة هنتكلم عن أهم الأخبار داخل نادي الزمالك، أهمها طبعا تقسيط غرامة كهرباء، رابطة الأندية بتنصف زيزو، غضب حسن حمدي من صفقة إمام عاشور مستمر، كمان موعد الحجز على موعد رفع الحجز عن حسابات الزمالك، وكمان هنتكلم عن عقد رعاية خيالي للزمالك ينقذ الزمالك من أزمته المالية. بس الأول تعالوا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ندوس لايك الفيديو ليوصل لأكبر عدد من جمهور الزمالك. ولو أنت مش متابع الصفحة تابعنا على فيسبوك، وان شاء الله مزيد من الفيديوهات خلال الفتره القادمه. اول حاجه طبعا زي ما قلنا تقسيط غرامه كهرباء. طبعا المحامي بتاع كهرباء طلع امبارح مع حتحوت وقال لك ان هيحاولوا ان هم يتواصلوا مع اللجنه الثلاثيه اللي بتدير نادي الزمالك حاليا برئاسه المدير التنفيذي اللواء حسن موسى، طبعا عشان ان هم يقدروا ان هم يقسطوا غرامه كهرباء. وقال لك ان احنا مش بنحاول نستفز جمهور الزمالك، ولكن طبعا احنا كنا بنحاول ان احنا نستفز الاداره السابقه، وخلاص احنا علاقتنا حلوه بنادي الزمالك وهنحاول نتوصل مع اداره الزمالك عشان نقسط غرامه كهرباء. اولا قولا واحدا واخيرا، غرامه كهرباء او تقسيط غرامه كهرباء خيانه لنادي الزمالك وجمهوره. اي حد هيجي ايا كان من الشخص، مرتضى منصور غير مرتضى منصور، هيقسط غرامه كهرباء هيبقى خاين لنادي الزمالك وجمهوره. غرامه كهرباء ما فيش فيها تقسيط، ديت حق نادي الزمالك زي ما قلت وحق جمهور الزمالك. عشان نقفل القصه دي ونروح للحاجه اللي بعد كده، طبعا رابطه الانديه بتنصف احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو يفوز بافضل جناح في الدوري المصري، طبعا بعد منافسه شرسه مع رفيق قبو. طبعا اللي بيدعموا جمهور الاهلي، قصدي جمهور انبي. طبعا كلنا عارفين ان انبي ما عندوش جمهور، ولكن طبعا شفنا منافسه شرسه وتصويت شرس لصالح رفيق قبو. ورابطه الانديه عارفه طبعا ان احمد سيد زيزو افضل لاعب في مصر اخر 3 سنين من غير تصويت من غير اي حاجه، والاهلاوي العاقل الفاهم عارف ان احمد سيد زيزو افضل من اي حد في مكانه. طبعا التصويت دوت انا كزملكاوي لو مثلا شفت علي معلول واحمد فتوح وباك شمال ثالث، فانا كزملكاوي هصوت لاحمد فتوح والاهلاوي هصوت لعلي معلول. انما التصويت دوت ما فيش حد للاهلي، فانت ايه ليه داخل تبوظ التصويت او تصوت لصالح واحد مثلا عشان تبوظ التصويت لصالح الزمالك؟ مثلا انا كعاقل لو مثلا علي معلول موجود، ومثلا احمد حمدي لاعب بيراميدز، وكمان معاهم مثلا حسين السيد لاعب المصري، والثلاثه دول داخلين على افضل باك شمال في مصر، انا كزملكاوي يا اما هصوت لعلي معلول يا اما مش هصوت، همتنع عن التصويت. ماشي، لان اي عاقل عارف ان معلول افضل من الاثنين التانيين. ماشي، دي ما فيهاش مناقشه، دي ما فيهاش اي مناقشه. فزيزو افضل لاعب في مصر، ورابطه الانديه بتعلن فوز زيزو بافضل جناح في طبعا بعد منافسه شرسه، وبعد ان طبعا كلنا شفنا التصويت الشرس من لصالح رفيق قبو من جانب جمهور الاهلي. ولكن الحمد لله زيزو بيفوز بالجائزه ورابطه الانديه، رغم ان رفيق قبو هو اللي فاز بالتصويت. رابطه الانديه اعلنت فوز احمد السيد زيزو، لان كل مصر عارفه وانت عارف وانا عارف ان زيزو افضل لاعب في مصر خلال اخر 3 سنين. نروح للحاجه اللي بعد كده، غضب حسن حمدي مستمر من صفقه امام عاشور. طبعا كان في احتفاليه امبارح في الاهلي وحسن حمدي كان مدعو ليها، ولكن حسن حمدي لسه زعلان من صفقه امام عاشور، طبعا لان كان امام عاشور طلع في الفيديو المسيء للنادي الاهلي ورموزه كلهم وجمهوره وحتى شوبير، كل الناس اتشتمت في الفيديو دوت. ورغم ذلك اداره الاهلي راحت اتعاقدت مع امام عاشور. فحسن حمدي لسه عنده كرامه، او من الناس اللي عندها كرامه، وزعلان على صفقه امام عاشور. وطبعا ما رضيش يروح امبارح الاحتفاليه اللي كانت موجوده، الاهلي كان عامل احتفاليه امبارح بمناسبه فوزه بكل البطولات. ماشي، فدي حاجه تعرفك ان لسه في ناس عندها كرامه. وفي حاجه برضو تحسب لاداره الاهلي امبارح، يعني مثلا ما شفناش حسن حمدي طلع شتم الخطيب، او شفنا الخطيب طلع شتم حسن حمدي عشان ما يروحش الاحتفاليه زي ما كان بيحصل عندنا. اي حد كان بيعارض رئيس النادي كان بيطلع يتشتم على طول. للاسف برضو الايجابيات هنقولها والسلبيات هنقولها. نروح للحاجه اللي بعد كده، موعد رفع الحجز على ارضيه نادي الزمالك خلاص انفرج ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه باذن الله. يوم الاحد او يوم الاثنين بالكثير باذن الله هيتم رفع الحجز بعد عمل تسويه مع الضرائب. خلاص اداره الزمالك عملت تسويه مع اداره الضرائب وخطبت وزير الماليه، وان شاء الله خلال يومين 3 باذن الله، يوم الاثنين قبل يوم الاثنين باذن الله او بعده، يعني الموضوع مش هيطول، هيتم رفع الحجز عن ارصده نادي الزمالك، وان شاء الله الزمالك هيقدر يتنفس ويرجع للحياه مره ثانيه. ده بفضل جمهور الزمالك العظيم والناس اللي حابه تساعد الزمالك، الناس اللي بتشتغل عشان صالح الزمالك. بس كلنا لازم نتكاتف حاليا عشان خاطر نادي الزمالك. نروح للحاجه اللي بعد كده، طبعا ده خبر خيالي، عقد رعايه خيالي يقترب من نادي الزمالك طبعا في البنك القطري.
QMB. طبعا يقترب من رعايه نادي الزمالك لمده 3 سنين مقابل 400 مليون جنيه. طبعا الشركه الراعيه عارفه ان الزمالك بيمر بازمه ماليه كبيره وعنده التزامات، وطبعا القيد مقفول وعاوز يجيب صفقات، فخلاص خلال ان شاء الله بدايه من الموسم الجديد البنك القطري هيكون راعي نادي الزمالك على التيشيرت، وفي كمان شركه البان هتكون راعيه، والفلوس ان شاء الله هتخش هتحل ازمات كتيره داخل نادي الزمالك. وان شاء الله مع الاداره الجديده اللي هتيجي ان شاء الله هيكون في شغل مؤسسي، كل واحد له دور. واحد بيفهم في اليد هيمسك ملف اليد، واحد بيفهم في الطايره هيمسك ملف الطايره، واحد بيفهم في السله هيمسك ملف السله، واحد بيفهم في كره القدم، واحد بيفهم في الاستثمار، واحد بيفهم في التسويق هيعمل تسويق للنادي، هيجيب شركات، هيجيب رعاة للنادي. حتى الناس اللي كانت خايفه تخش النادي عشان الشتيمه اللي بتحصل على قناه الزمالك وعشان رئيس النادي اللي ما كان بيشتم كل الناس، فان شاء الله خلال المرحله اللي جايه باذن الله مع انتخاب اداره محترمه هتشتغل عشان خاطر نادي الزمالك ان شاء الله الزمالك هيخشوا رعاة جدد باذن الله في الموسم الجديد. كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه. وكمان في خبر كويس كمان لجمهور الزمالك، اوباما خلاص خلص فتره الاعداد وجاهز للمشاركه مع الزمالك بدايه من طبعا الزمالك يعمل فتره اعداد في اول 9، فان شاء الله اوباما هيكون اضافه لفريق الزمالك، خصوصا ان الزمالك مش هيقدر ممكن ما يقدرش يعمل صفقات. لو قدر ان هو يفك القيد قبل نهايه موسم الانتقالات ممكن يلحق يعمل كام صفقه كده، ولكن طبعا الصفقات هتكون في يناير والتدعيمات هتكون في يناير بعد ان شاء الله انتخاب مجلس اداره في شهر 11 حاجه زي كده. والمجلس اللي هيجي ان شاء الله هيكون جاي عشان يجيب تدعيمات عشان يدعم فريق الكره، عشان ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز او ينافس على الاقل على البطوله.